اكيد انا كنت زيك بتقابلني مشكلة حفظ الكلمات ونسيانها، مع اني بحفظ كل كلمة تقابلني وبحطها في جمل والكلام ده، وجربت قبلك كذا طريقة وبرضه للأسف مفيش حل ونفس النتيجة. أجي أتكلم وأحاول أقول كلمة أنا فعلا ذاكرتها قبل كده بس معرفش أفتكرها وقت الكلام، أو حد هو بيكلمني يقول لي كلمة أنا أحس إن أنا فعلا سمعت أو ذاكرت الكلمة دي قبل كده، ولكن برضه ما أقدرش أفتكر معنى الكلمة اللي أنا ذاكرتها دي إيه. وحتى لو عايز أتكلم وأنا فاكر الكلمة لازم الأول أترجمها في دماغي من عربي لألماني عشان أقدر أقولها، وطبعا أكيد بياخد وقت كتير قوي عشان أعرف أتكلم. طب ليه ده كله بيحصل وإيه الحل؟ زي ما عودتك ان شاء الله انا هقول لك ايه السبب عشان لما تطبق الحل تبقى بتطبق وانت مطمن، وهطبق معاك الطريقه اللي انا وصلت بيها بفضل الله خلتني بسهوله احفظ الكلمات واقدر استخدمها في محادثاتي اليوميه. طيب خلينا بقى نشرح ليه ده حصل ببساطه قبل ما نطبق الطريقه بتاعتنا. التحدث بيكون عباره عن او بيتكون من 3 عناصر. اول حاجه اللي هي الكلمات او الفوتشاتس، تاني حاجه النطق بتاع الكلمات دي اللي هو الاوسبراخه، وتالت حاجة بضم الكلمات مع النطق واعمل المحادثات او الكوميونيكاسيون. دول الثلاث حاجات اللي بتكون منها السبيكنج او التحدث. فاحنا في الفيديو ده هنعمل الثلاث حاجات. انا بس مش هعلمك تحفظ كلمات ازاي، انا هخليك تحفظ الكلمات والنطق بتاعها، تعمل شادوينج كمان وكمان تتكلم بيها. قبل ما ابدا بس حابب اشكر كل الناس اللي علقت لي على الفيديوهات اللي فاتت وبالذات فيديو الروتين. انا ما كنتش متخيل ان الموضوع هيعجبكم اول الدرجه دي. شكرا ليكم على كلامكم ووقتكم. بس في حاجه حابب اوضحها، انا مش مدرس لغه المانيه، انا مدرس مساعد كريتيكال كير، دي حاجه تانية خالص، ولكن انا مجرد متعلم للغه وبنقل فقط تجاربي في التعلم اللي انا شايف ان هي فادتني او زودت مستواي. انا بس جربت كتير قوي فبنقل لك الصح وبجنبك الخطأ مش اكتر. طيب ليه بقى انت بالك كتير ومش عارف تحفظ الكلمات دي او بتلاقي صعوبة في انك تتذكرها؟ الطرق التقليدية في تعلم الكلمات لا تتناسب ابدا مع الذاكرة طويلة المدى اللي احنا محتاجينها علشان نفتكر الكلمات ونتعامل بيها. طب ببساطة ايه متطلبات الذاكرة طويلة المدى بتاعتنا علشان اعرف استغلها او اطبقها وافتكر الكلمات بشكل كويس؟ اول حاجة التكرار بطرق مختلفة وعلى فترات متباعدة، وتاني حاجة ان عقلك يحس ان الكلمة دي مهمة بالنسبة له، فعشان كده الذاكرة طويلة المدى هتهتم انها تحتفظ بيها لان هي حست ان دي مهمة للعقل. احنا بقى هنطبق مع بعض الطريقة اللي بتحقق الشروط دي. بس عايز اقولك في الاول انك ما تهتمش انك تترجم كل كلمة تقابلها في فيديو تسمعه او في كتاب تقراه وانك تحاول تذاكرها، لان انت مع الوقت هتنساها. انت عارف انك هتبقى قد ايه قوي في اللغة لو قدرت تستحضر بس 50 كلمة تقدر تستخدمهم في محادثاتك اليومية اكتر من انك تحفظ 1000-2000 كلمة وانت ما استخدمتهمش او مش عارف تستفاد بيهم. عامل زي اللي بيجمع فلوس 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 ومش بيصرفها ويستمتع بيها. انت كذلك في اللغة بالظبط، لو كل كلمة قابلتها او سمعتها بتحاول تكتبها علشان تحفظها صدقني هتروح من عقلك مع الوقت ومش هتفتكرها. كل يوم انا بتعلم فقط 3 كلمات، ولكن 3 كلمات بشتغل عليهم بالطريقة اللي هقولك عليها دي بحيث تثبت في دماغي واقدر ان انا كل يوم اكتسب كلمات جديده واستعملهم. في كلمات وانا بذاكر كتير جدا بتقابلني انا مش عارفها، ولكن انا ما بهتمش غير 3 كلمات بس. فقررت ان ال3 كلمات اللي انا هتعلمهم هشرحهم في فيديو، بحيث لو انت عايز تطبق الطريقه دي مع نفسك بعد ما اشرحها لك اتس اوكي. عايز تتابع معايا كل يوم بالطريقه اللي همشي عليها دلوقتي ده براحتك، حاجه ترجع لك انت. المهم في النهايه انك تتقدم. بس معلش قبل ما ابدا انا احترت شويه ان انا ما بحبش اذكر كلمه عربي وانا بتعلم الكلمات، يعني بتعلم الكلمه من مرادفها بالالماني او معناها بالالماني، ولكن انا معرفش الطريقه دي هتنفع ولا لا. فانا هجربها الاول ان انا اذكر معنى بس الكلمه بالعربي وهكمل بالطريقه بتاعتي عادي، وممكن بعد كده ما اقولش اي كلمات بالعربي واكتفي بس بمعناها بالالماني. فانا لسه بجرب معاكم وهنشوف ايه اللي ممكن ينفع يعني. طيب دلوقتي هنبدا في تطبيق الطريقه دي على اول 3 كلمات بتوع النهارده، وخلي بالكم ان انا هقول الكلمه معناها بالعربي ايه وانتوا ابقوا عرفوني تحت اكمل على نفس الطريقه ولا اكتفي بس بالكلمه ومعناها بالالماني، او ممكن اعمل ميكس ما بين الاثنين. اوكي، اول كلمه معايا هي erfordern. قولها ورايا: erfordern. erfordern يعني يتطلب. معناها بالالماني etwas ist nötig
etwas anderes zu erreichen. دي أول خطوة، بشوف الكلمة وبشوف معناها بالألماني، وبعد كده أشوف مثالين عشان أثبتها في دماغي. أول مثال: Gute Noten erfordern viel Lernen. Dieser Beruf erfordert viel Geduld. وبعد كده أبدأ أسمع الكلمة من native speakers بيتكلموها وبينطقوها، وأبدأ أعمل shadowing، يعني أرددها وراهم إلى حد ما تثبت نطقها في دماغي. أي نعم مش هيبقى أحسن حاجة، بس مع التمرين وكلمات كتيرة نطقك هيتحسن. Solche Entscheidungen erfordern super viel Mut. Oder eine Einschränkung der eigenen Freiheit erfordern. Und auf allen Ebenen Verständigung und Zusammenarbeit erfordern. بعد ما شفت معناها بالألماني، صور تعبيرية إن أمكن، شفت مثالين عليها واتكلمت بيهم ومثلتهم زي ما انت شفت كده، هبدأ أخلي عقلي يعمل مثال هو من نفسه على نفس الكلمة دي، علشان عقلك يشتغل بيها مش بس يشوف المثال قدامه ويحفظه وخلاص. فحاول تترجم كده الجملة دي معايا. هذه المهمة تتطلب الكثير من التركيز. خد وقتك وحاول تعمل ترجمة ليها قبل ما اوريك الترجمة الصح. ممكن توقف الفيديو براحتك وتترجمها وبعدين تشغل الفيديو تاني. اوكي، معنى الجملة دي بالألماني: Diese Aufgabe erfordert viel Konzentration. وابدا اعمل عليها مثال تاني بنفس الطريقه، والمثال ده اللي انت هتكتبه لي تحت في الكومنتس عشان لو في غلط ممكن اصلحه لك. كده يبقى انا اخدت الكلمه معناها بالالماني، سمعتها كذا مره، شفت مثالين عليها، وبعد كده طبقت على نفس الكلمه مثالين ولكن من دماغي انا، وبعدها اسجلها عندي في الكشكول بالمثالين اللي انا جبتهم من دماغي عشان ده هيثبت اكتر، وبعد كده ابدا ادخل على الكلمه الثانيه. وفي الاخر خالص هقول لك بعد ما تخلص 3 كلمات بتوع النهارده تعمل ايه في ال3 كلمات مع بعض. اوكي، الكلمه الثانيه اللي هي Fortschritt يعني التقدم. معناها بالالماني etwas sich verbessert oder weiterentwickelt. اول مثال معانا اللي هو dein Deutsch Fortschritt wird jeden Tag besser. Viele Übungen bringen Fortschritt. Und der digitale Fortschritt verändert unsere Lebensweise. Trotzdem sind sie der vielleicht größte zivilisatorische Fortschritt. Personen viel einfacher persönlichen Fortschritt und ودلوقتي جه التمرين بتاع عقلك على نفس الكلمة. حاول تترجم الكلمة دي للألماني كده: التقدم يتطلب الكثير من الصبر. وقف الفيديو وحاول مع عقلك انك تترجمها. الترجمة هي Fortschritt erfordert viel Geduld. المثال التالي انت اللي هتحاول تجيبه من عقلك وهتكتبه عندي في الكومنتس او هتكتبه عندك في الكشكول اللي انت بتذاكر فيه. الكلمة الأخيرة معايا الا وهي wütend يعني غضبان. معناه بالألماني sehr ärgerlich zu sein. المثال الأول معانا: Er war wütend, weil sein Handy kaputt war. المثال الثاني: Meine Mutter ist nicht wütend auf mich. Natürlich dürfen wir auch traurig sein oder wütend oder frustriert. Du über bestimmte Sachen lachst. Und ich gucke, ob du auch wütend wirst. Wütend und enttäuscht von dieser Niederlage rufen die Truppen am اوكي، حاول تترجم الكلمة دي وتستعمل عقلك كويس. أنا غاضب لأنني فقدت مفاتيحي. حاول توقف الفيديو وحاول ترجمها. Ja, gut gemacht. Ich bin wütend, weil ich meine Schlüssel verloren habe. المثال التاني زي ما انت عارف هتكتبه عندي في الكومنتس تحت. بعد ما بخلص ال3 كلمات بحاول أشغل عقلي انه يجيب ال3 كلمات دول في جملة حتى لو ملهمش علاقة ببعض. ده بيخلي عقلك يشتغل في الكلمات بصورة أعمق. مثلا ممكن تقول: Er war wütend, weil der Fortschritt in seinem Projekt viel Geduld erfordert. بالطريقة اللي احنا عملناها دي احنا اولا خلينا عقلنا يهتم فقط ب3 كلمات يركز عليهم ويستخدمهم بطرق مختلفة. الطرق دي بتشتغل على الكلمات، اشتغلت على النطق بتاعك، اشتغلت على المحادثات انك بتحاول تعمل مثال واتنين بيهم. فالتكرار بطرق مختلفة ده هيخليها تثبت في الذاكرة طويلة المدى. هتقولي طب انا هكتفي كده بس؟ لا، ال3 كلمات بتوع المرة اللي جاية هتبدأ تستخدم في الأمثلة دي كلمات من الحاجة القديمة علشان تبقى بتتكرر بطرق مختلفة وعلى فترات متباعدة. هتلاقي نفسك بعد يوم 2-3 بدأ يبقى عندك حصيلة كلمات بتستخدمهم في حفظ الكلمات الجديدة، ومع الروتين اللي أنا قلت لك عليه
هتلاقي عقلك دايما هيحب ان هو يستخدم الكلمات اللي هو حافظها، بس علشان قدامه 3 كلمات بس كل يوم، مهما هو قابل من كلمات هو مش عارفها، هو بس بيهتم ب3 كلمات، ده اللي هيخليه يفتكرهم ويهتم بيهم. وشغلك عليهم مع الروتين مع حفظك للكلمات اللي جاية، كل ده هيمكس في بعضه، وهتلاقي نفسك بتستخدم الكلمات دي بمنتهى السهولة في محادثاتك اليومية. عايز تستمر مع نفسك انت وتطبق الطريقة دي، اتس اوكي. انا كل ما اتعلم 3 كلمات جديدة هطلع اصورهم لك عشان لو حد عايز يتابع معايا، اتس اوكي. عايز تطبق الطريقة دي مع نفسك برضو تمام. اتمنى يكون الفيديو فيه حاجة نفعتك. لو عندك حاجة تانية فيها مشكلة في اللغة حاول تسيبها لي في الكومنتس، وان شاء الله نقدر نعمل فيديو عليها. لو عجبك الفيديو تقدر تشاركه مع اي حد مهتم بتعلم اللغة، مع دعوة خالصة من قلبك ان ربنا ييسر لي وييسر لك الامور. شكرا جدا، واشوفك ان شاء الله على الفيديو الجاي. سلام.